بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحياتي إليكم أحبتي وإخوتي في الله، أتمنىكم في صحة وعافية إن شاء الله. ما زال المداد كذلك يتهاطل كتابة على اللاعب المغربي المتألق سفيان رحيمي، هذا اللاعب الخلوق الذي يجيب دائما في الملاعب ولا يترتر كثيرا. ما زال كذلك يخطف الأنظار، خصوصا بعد تألقه في دوري أبطال آسيا هذا الموسم مع فريقه العين الإماراتي. هذا الأخير العين الإماراتي أكد أنه لا يرغب حاليا في الاستغناء عن خدمات اللاعب، وأنه سيعمل جاهدا كي يحافظ على اللاعب حتى لو جدد عقده بمبالغ خيالية كذلك، لأن اللاعب الآن وأنا أتكلم ما زالت العروض تتهاطل عليه، وخصوصا من الأندية السعودية. وآخر عروض تقريبا على ما سمعت أن الاتحاد السعودي قدم تقريبا أكثر من 30 مليون دولار للظفر بخدمات هذا اللاعب المتألق سفيان رحيمي. صراحة سفيان رحيمي كنا متابعين له ولأداءاته القوية لما كان في الدوري المغربي مع الرجاء البيضاوي، كان يقدم في عروض خيالية وعروض كبيرة جدا مع الفريق. وما زلت أتذكر مباراته القوية ضد الوداد في كأس العرب التي انتهت 4-4، وبالتالي كان ترشح الرجاء البيضاوي على حساب الوداد بعد ريمونتادا قوية جدا كان فيها الرجاء خاسرا ب4 على ما أظن ل1، وعادوا بقوة وتألق سفيان رحيمي تألق كبير، مما أدى إلى تعادل الفريقين وكذلك التأهل على حساب فريق الوداد. نفس الشيء هذا الموسم على الأندية السعودية، سجل تقريبا 8 أهداف، حيث سجل على الفيحاء هدفين، وعلى النصر ذهابا وإيابا 3 أهداف، وكذلك 3 أهداف هاتريك في مباراة الهلال. هذا ما يؤكد أن اللاعب ما شاء الله في صحوة كروية كبيرة جدا، مما أدى قلنا إلى تهاطل العروض من شتى الدوريات حتى الأوروبية. يعني تحاول بعض الفرق الفوز بخدمات هذا اللاعب المتألق، خصوصا أنه ما زال في سن مبكرة وما زال لديه الكثير لإعطائه لكرة القدم في الملاعب. هذا وأن اليوم سفيان رحيمي في مواجهة قوية أمام الهلال في دور الإياب من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على ما أظن الساعة 7 في ملعب الهلال بالسعودية. أتمنى لهذا اللاعب التألق الكبير، خصوصا أن هذه المباراة ستكون ذات طابع مغربي، فسفيان رحيمي في مواجهة ياسين بونو حارس الهلال. أتمنى للفريقين التوفيق، وشكرا لكم وتحياتي إليكم، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله.